أخواتي المشاهدين، كل عام وانتم بخير. مجددا يعني احنا ما صورنا في يوم 1/1 غير هذيك الصورة اللي ليلة 1/1. فإن شاء الله ينعاد عليكم هذا السنة، تنعاد عليكم بالخير والبركة والصحة والسلامة والرزق الوفير، ما عدا 2020 الله لا يعاودها ولا يعيدها ولا ترجع لنا ثاني إن شاء الله. إن شاء الله نتأمل خير وبركة بهذه السنة يا رب. اليوم جهزنا لكم أكلة عراقية 100%، وبس بالكويت أتصور يسووها ويسموها موش، بس احنا بالعراق نسميها تمن ماش. يعني التمن هو الرز للمشاهدين الغير العراقيين، التمن هو الماش، هو الرز. التمن هو الرز، احنا بالعراق نسميه تمن. تمن ماش، هذا الماش طبعا انا جايبه من لندن لان ما موجود هنا. يعني الهنود يستخدموه، هو مثل العدس اخضر بس هذا مهرس، يعني حبة صغيرة، هذه قطعتين، يعني هي تشكل الماش في عدل وفي مهرس مثل هذا ماش مهرس مغسول منقوع نظيف حلو. هذا الماش ما موجود من عنده بالمغرب، بس موجود بكل دول الخليج، موجود باوروبا، موجود بكل مكان. اوكي، بس هنا ما يعرفوا له اخواننا المغاربه لان ما موجود زراعته. عندنا المقادير هي كيلو رز منقع قبل ساعتين، ونص كيلو ماش. دائما الماش نص الرز. هذه الاكله. في اكله بالعراق يسووها بالشتاء، ان شاء الله هم نسوي لكم اياها، اسمها شله. هذه الشله يكون الرز نص الماش، يعني الماش مرتين قد الرز، يعني اذا كيلو ماش نص كيلو رز. هذيك الشله تنطبخ، وفوقها يحطون دبس التمر الحلو، دبس التمر والدهن والسمن البلدي، وتنوكل حاره، يعني بالشتاء لذيذه جدا، ريوق فطور او عشاء او اي وقت تاكلوها. يعني هي يحمسوا لها شويه بصل قسم من عندهم، ويحطوا لها البصل ويحطون دبس التمر حلو، وفوقها السمن البلدي. فاليوم نسوي لكم اياها ان شاء الله، لان بما انه احنا دخلنا بالبرد هسه شويه اليوم بارده مراكش، بس طبعا بارده 15 16 17 درجه الحراره، عندنا بارده لان متعودين على حراره مراكش. المهم هذه الاكله هي الرز بالماش، راح نسوي لكم اياها بالدجاج. فقطعنا هنا بصلايه كامله للدجاج حتى ناخذ زفره الدجاج، وهنا 4 ثومايات بلدي، يعني مال المغرب ما شاء الله. الثومايه الوحده صغيره بس تكفي قد ثومايتين الطعم. هذا نخليها مع البصل المقطع. بالاضافه نزيد الزيت. احنا ما راح نراويكم كل شيء هسه بالوقت الحاضر لما تنطبخ عندنا الدجاجه. ليش؟ لان احنا نحتاج نطبخ الرز والماش بميه الدجاج، فاحنا نحط البهارات حتى تنحمس وياه. هذا الكركم، ملعقتين كركم، نخلي شويه من عندها نحطه ويا الرز. وعندنا نص ملعقه دارسين، اوكي، شويه نكهه تطي، لان 7 بهار ما عندنا فهي بيها الدارسين. هذا ملعقه كركم كاري، ملعقه كاري نحطها كلها. وهذا ملعقه فلفل اسود. اوكي، هاي مكوناتنا. احنا ما بقينا غير شويه من الكركم، هذا نضيفه وياه على مود اللون، يعطي لون الرز، لان اول مره نحط الرز ونحط له الكاري. بعدين هسه نضيف الدجاج مقطع نظيف جاهز. الدجاجه مقطعه الى 8 قطع، نحطها فوق البصل والثوم والبهارات. وهسه نخليها على النار ونزيدها شويه من الماء، نزيدها المي، مو شويه، نغمرها بالمي. ليش؟ لان نحتاج المي بعدين نطبخ به الرز. فانتظرونا لما ينطبخ الدجاج. شفتوا طريقه الدجاج هذه، بعدين حتى نراويكم طريقه الرز بالماش، وانتظرونا. اخواني، احنا الدجاج طبعا انطبخ 3/4، فاخذنا المي مالته وبقينا شويه مي بالدجاج حتى الدجاج على النار باقي. فبهالاثناء حتى احنا نستعجل
ما ياخذ من عندنا الوقت. حطينا هذا الكركم اللي قلنا لكم عليه، ما ياخذ من عندنا وقت هذا. رشه ملح، لان طبعا مي الدجاج بيه ملح، بس المي الرز والماش راح نسويه بزل مو تطبيق. البزل هو يوم من الايام راح نسوي لكم حلقه. هذا شويه الملح نزيده، نسوي لكم حلقه للبزل والتطبيق، يعني نوعيه الرز شلون تطبخوها. فهذا بزل لازم يكون الميه شويه بيها ملوحه اكثر من اللازم، اكثر من العادي، حتى الرز ياخذ طعم الملح، ياخذ الملح الكفايه. طبعا على فكره حطينا الرز هذا وهذا الماش فوقاه زين. وهسه المي عندنا قليل، لان المي هو مو تطبيق، هذا للتطبيق المي كافي، بس احنا ما نريده تطبيق، نريده بزل. فبالبزل لازم نزيد المي حتى من يتبخر ما ينشف عندنا. هذا بالنسبه للرز. نزيده شويه من الماء. هذا التليفون ده يدق طبعا، هو حطيته سايلنت طلع مو سايلنت زين. ف نسد التليفون حتى ما يزعجكم. اوكي، هاي سويناه سايلنت، قصمناه للاخير، ما بي لا حس ولا نفس، بس ضوء يشتعل. المهم احنا راح نزيد شويه من الماء ونخليه على النار يغلي. هذه الطريقه، طريقه الرز بالماش هي نفس طريقه الرز العادي، بس نزيد له الماش وبمي الدجاج يجي طعم رهيب. طبعا راح نطبخ الرز ونبزله ونحطه يتهدر، يكون الدجاج استوى عندنا، نراويكم الشكل النهائي مالته. فانتظرونا، ما تروحون بعيد. المشاهدين، وهذا الشكل النهائي للتمن الماش، مطبوخ جاهز. وهذا حمست له بصل طبعا حطيت زيت والدهن الحر، السمن البلدي، الزيت والسمن البلدي، هذا يعطي نكهة خرافية زين. هذه اللمسة ضرورية منها. انتم هي مو اجباري، لان اكو ناس ما يحبوها، بس احنا حبينا نراويكم انه هذا الطبق يطلع باحسن شكل واحسن صورة. وهنا الدجاج طبخناه وحمرناه زين، يتقدم ويا مي الدجاج اللي يريد يزيد على الرز حتى ما يكون ناشف، واللبن الزبادي. هذا يتقدم هذا الطبق بهذن الاشياء ممتاز. وفي ناس عندنا بالعراق اهل قبل التمن الماش الرز ياكلوه مع الدبس، يحطون عليه دبس وياكلوه. انا اتذكر الوالد الله يرحمه كان يحط دبس على تمن الماش وياكل بدون دجاج بدون كل شيء، لان هو بحد ذاته لذة يعني الطعم خرافي فيه. فاني راح اصب لكم الاطباق هذه، لان ميتين من الجوع نريد نتغدى. فهذا الطبق الاول. اوكي، اوكي، وهذا الطبق الثاني نجيبه. ف يعني اللي عنده بمتناول الايدي يعني الماش خليه يجربها، لان ما راح يندم، ما راح يندم. النكهه، الريحه ما شاء الله، ريحه الدجاج على التمن على الماش، ما شاء الله ما شاء الله. انا راح ازين بهذا البصل. اوكي، نزين الطبق شويه بهذا البصل. لزقتي هذا
طبعا هذا البصل المحموس يعطي نكهة تمام. هسه نحط الدجاج. وزع الدجاج على الطبق. اوكي. هذا نخلي 3 قطع لكل واحد. اوكي عيوني، هذا الشكل النهائي للطبق. ما يحتاج له بعد اي ديكور، اي شيء ما يحتاج له غير انه تبدون بالصحة والعافية، تبدون الاكل. ونمسح داير ما داير حتى ما يطلع بالتصوير. زين عيوني، هذه تمن الماش بالدجاج. وشفتوا طريقة البصل المحموس والهذا. احنا ما ردنا ناخذ من وقتكم، نراويكم شلون نحمس البصل، انتم تعرفون. والدجاج شلون تحمروا ورا ما انطبخ، حمرناه بالمقلاة ويجي شوية طعمه احسن. وهذا مي الدجاج، وهذا اللبن الزبادي اللي هو الروبة عندنا بالعراقي. اوكي عيوني، وبالهنا والشفا، وان شاء الله مطرح ما يسري يمري. أعزائي المشاهدين، احنا وصلنا إلى نهاية الحلقة هذه، وهذا طبقنا اليوم تمن ماش بالدجاج مموش بالكويتي. لأن أخواننا الكويتيين يسموه مموش. والصور هو هذا، يعني ما أعرف إذا طريقته تختلف. المموش ما أعرف. المموش يعني تمن الماش، رز مع الماش. فلا تنسونا بالمتابعة أخواني المشاهدين. يوميات الشيف علي زعفران. شوفوا الفيديو للآخر وتمتعوا به، وشوفوا شنو الأسرار بداخل أثناء الطبخ، أثناء الحلقة. تشوفون كثير أكو أشياء أمور تفوتكم. فما تفوتكم هذه، لأن لمسة واحدة تغير الطعم، شغلة واحدة تغير الطعم. اتقنوا وشغلوا الفيديو واشتغلوا على هذا النمط، يجيكم ممتاز. نفس الشيء ما تنسونا على الفولو بالانستغرام واليوتيوب، انستغرام فيسبوك، رستوران زعفران، ويوميات الشيف علي زعفران على اليوتيوب. واتمنى لكم يوم سعيد واكله هنيه وبالصحه والعافيه، وشكرا جزيلا.